الولد الصغير شاف حاجة سحرية جوه دولابه. ورا الباب ظهر عالم تاني تماما، ومن كتر الفضول دخل الولد جوه الدولاب، لكنه فجأة لقى نفسه وسط مجموعة عساكر بيجروا ورا راجل. الولد اتخض وجري بسرعة رجع أوضته، لكن الراجل جري وراه وقفل باب الدولاب وراه بسرعة. الولد اتفزع ونزل يجري على أهله علشان يقولهم: راجل، أنا شايف إنه محارب فايكنج. صح، محارب فايكنج، بس الأهل ما صدقوش كلام عيل صغير، مفيش حل تاني. فالولد رجع لأوضته وواجه الراجل الغريب لوحده، لأنهم ما كانوش بيتكلموا نفس اللغة، محدش فيهم كان فاهم التاني بيقول إيه. الراجل راح ناحية حيطة التانية، وفجأة الحيطة الملسة دي اتحولت لمنظر نهر جاري. الراجل حط مركب صغير كان معاه جنب النهر ونزله في المية. الولد حاول ينط وراه لكنه خبط دماغه في الحيطة ووقع، ولما فاق كان شايف وشوش أهله مليانة قلق. كانوا قلقانين عليه علشان بيذاكر تاريخ أكتر من اللازم، وقالوا له يسيب كتب التاريخ شوية ويركز في حاجات من القرن ال21. لكن وهو داخل ينام مجموعة ناس غريبة دخلت من باب الدولاب تاني، دخلوا أوضته عادي، ولما شافوا إن الولد مجرد طفل بدأوا يتكلموا قدامه عن خطتهم الجاية بصوت عالي. ساعتها الولد فهم إنهم لصوص، بس ما كنش فاهم هم ليه ظهروا في أوضته من الأساس. الزعيمة بتاعتهم ردت عليه وقالت: دي ممكن تكون أوضتك، بس هي كمان مخرج زمني، بوابة عبر الزمن، ومكان خطر جدا تعيش فيه، فلو سمحت اديني دقيقة هدوء، أنا وجيت نحاول نفكر نخرج إزاي ونهرب من الكائن الأعلى. وأول ما خلصت كلامها باب الدولاب اتفتح تاني من جواه.